صينية اللحمة الدايبة هتاكلي صوابعك وراها. تعالوا هنا نحط على طول كده، هنجيب طاسة صينية عندنا وهنحط فيها حتة زبدة وحبة زيت، وهنحط اللحمة بتاعتنا تتشوح كويس قوي، سواء لحمة ستيك او لحمة عادية عادي، الاتنين واحد على فكرة، مفيش اي مشكلة. كنت فارمة في حدود 4 بصلات في الكبة، اخدت نص يعني نص جزء من البصل كده وحطيته فوق اللحمة. تمام. وحطيت ورق لورا ورشة فلفل اسود. ما تكتريش بهارات خالص في اللحمة مش محتاجة بهارات كتيرة. هنا حطيت الجزء التاني من اللحمة، انا كنت عاملة كيلو لحمة في اليوم ده، وحطيت باقي كمية البصل. وهنا كنت مقطعة فلفل الوان وحطيته برضو، وربع كوباية مية. وشكرا. هي مش عايزه منك اكتر من كده. هتعملي الصينيه دي، مجرد ما هتعمليها تبقى سهله عليكي ومش هتقفي كتير في المطبخ، خصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. وهنحطها في الفرن على طول. اخدت معايا ساعه وطلعت زي الزبده، دايبه زي ما انت شايفه كده، دوبان، تحفه تحفه. والصوص اللي نازل منها ملوش حل. مع تقدمها بقى مع حبة رز، مع حبة مكرونة، هتبقى سهلة بالنسبة لك وسريعة، مش هتخليكي واقفة كتير في المطبخ. والطريقه زي ما انت شفتي، ودي احلى طريقه بحب اعمل بيها اللحمه، بتبقى سريعه كده ومنجزه بصراحه في الحر اللي احنا فيه ده. فبدل ما نطبخ كتير وكده ونقعد كتير، لا، دي سهله كده وسريعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم.